ازيكم يا اصدقاء؟ انا واخد بالي كده ان في ناس بتتلخبط ما بين الدريم جلو افكت والهاليشن بلوم لوك. فمن هنا جات لي فكرة فيديو النهاردة وقلت نيجي نعرف سوا ازاي نعمل الدريم افكت، وان شاء الله نبقى نعمل فيديو تاني عن الهاليشن والبلوم لوك. فما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكوش كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ويلا بينا على البرنامج عشان نشوف هنعملها ازاي. والموضوع يا اصدقائي اسهل مما تتخيلوا، وهيتطبق تقريبا في 3 خطوات بس. اول حاجه هنعملها ان احنا نعمل دوبليكيت لللاير اللي احنا شغالين عليه عن طريق ان احنا نضغط على الت في الكيبورد ونمسك اللاير ونسحبه لفوق. كده بقى عندنا نسخه منه تانية. هنلغي النسخه الاوريجينال اللي هي تحت وهنبتدي نشتغل على اللي فوق دي. هنيجي هنا من قائمه effects وفي خانه السيرش نكتب لوما كي وناخد الايفكت نحطه على اللاير بتاعنا اللي احنا لسه ناسخينه. وهنيجي بعدها للايفكت كنترولز، هنا نعدل في الايفكت بتاع اللوما كي اللي احنا لسه حاطينه. هننزل للثريشولد ونبتدي نغير في النسبة لحد ما نبقى احنا راضيين عنها. انا شايف النسبة دي تمام. بعد كده هنرجع تاني لقائمة effects ونكتب Gaussian blur وهناخد الايفكت بتاع Gaussian blur كده وناخده ونحطه برضو على اللاير اللي احنا لسه ناسخينه. وهنيجي هنا على قائمة ال Effect Controls ننزل نتحكم في البلورنس. من رأيي مثلا خليها مثلا حدود 180 200. وبعد كده هنعمل unhide للفيديو الأصلي وهنيجي على البلند مود بتاع اللاير اللي احنا ناسخينه ونعمله سكرين. وبس كده يا أصدقائي، دي النتيجة اللي بقت عندنا. وطبعا كل واحد فينا يقدر يتحكم في شكل النتيجة على حسب هو محتاج شكل المشهد بتاعه عامل ازاي. ولحد هنا يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، ولو احتجتوا اي حاجة اطلبوها مني في الكومنتات، ونتقابل في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.